الصين واحدة من أقوى الاقتصاديات في العالم، بعد ما مرت بحروب وانتكاسات يعتبر دمرتها، ولكن الصين فاقت منها ورجعت عشان تبقى دولة عظمى. والنهارده الصين تقريبا بتصنع كل حاجة من الإبرة للصاروخ، والعربيات طبعا حاجة ما تفوتش على الصين. تقريبا كده كل ماركات العربيات في العالم بتصنع عربيات ليها في الصين. ده مش كده وبس، ده كمان الصين بدأت إنها تصدر العربيات بتاعت الماركات الشهيرة دي الخارج منها، زي مثلا بتصدر الفولكس واجن وتسلا وغيره من الماركات الشهيرة العالمية. وأنا مؤمن الوزير، والنهارده أكلمكم عن احتلال الصين لسوق السيارات في العالم. يلا بينا. قبل ما نبدا فيديو النهارده حابب افكركم تعملوا اشتراك في القناه لو مش مشتركين، وفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. ولو بتتفرجنا على الفيسبوك يبقى اعملوا لايك وفولو للبيج، وكمان هتلاقوا اكونت الانستجرام بتاعي بينزل عليه اخبار العربيات اول باول. خليني احكي لكم في البدايه عن تاريخ الصين مع السيارات، او تاريخ الصين مع صناعه السيارات، وهي تعتبر مرت بثلاث مراحل. اول مرحله مرت بها الصين حاولوا يفتكسوا كده من دماغهم يعملوا عربيات منهم لنفسهم، ولكن للاسف ما توفقوش. كمان هم ما كانوش مركزين على عربيات الركوب او عربيات الملاكي قوي، لا كانوا مركزين اكتر على عربيات النقل او الشاحنات. وطبعا الشاحنات والعربيات النقل دي كانت متجهه اكتر، يعني جزء كبير جدا منها كان متجه للجيش، ان هو يغذي عربيات الجيش. فبالتالي يعني ما كانش فيه يعني اي خبره او اي اكتساب برضو للعربيات بتاع الصين دي، يعني ما كانتش بتطلع بره الصين برضو نفس الفكره. فبالتالي ان الصين فشلت في الموضوع ده، او في اول مرحله فشلت فيها، لدرجه ان حتى في سنه 1985 انتجوا تقريبا حوالي 5000 عربيه ركوب بس. يعني ده طبعا رقم قليل جدا على دوله زي حجم الصين. مش هقول لك انها تصدر بره، ولكن حتى كاكتفاء ذاتي عمرها طبعا ما كانت هتكفي الرقم ده. وفوق كل ده كمان الناس كانت بتستورد عربيات من بره، سواء من اليابان او من امريكا او حتى من اوروبا. فبالتالي الصين بدات ان هي يبقى عندها فجوه ما بين صناعه السيارات، بانهم ما عندهمش صناعه سيارات ركوب، وكمان الناس عايزه تستورد سيارات ملاكي من بره. فالموضوع ده طبعا كان عامل عندهم ازمه. اكيد طبعا الازمه دي كانت بتفكركم بحاجه كده. المهم ان الصين برضو لقت ان الناس عماله بتستورد بشراهه من بره، فقالت بس احنا هنحط عليهم جمرك. يعني وصلت الجمرك ان الجمرك مثلا ممكن يوصل ل 200% من ثمن العربيه، وده برضو ما منعش الناس ان هم يشتروا العربيات. برضو فضل السوق شغال، والناس فضلت انها برضو تشتري عربيات من بره، لحد ما جت الصين اقرت انها تقفل استيراد السيارات لمده سنتين. وده كان قرار نهائي، ان هم قفلوا استيراد السيارات لمده سنتين. ممنوع تستورد اي عربيه من بره، سواء عربيات ركوب يعني او عربيات غيرها، ولكن عربيات الركوب ممنوع خالص انك تستوردها من بره. تاني مرحله بقى من تصنيع السيارات الصينيه، وهي يعني في رايي ما كانتش من فتره بعيده، لا هي كانت لحد لسه فتره قريبه كانت معانا. وهي ان الصين بدل بقى ما كانوا بيفتكسوا عربيات وبيعملوا هم عربيات من دماغهم، قال لك لا، طب احنا ليه نعمل كده من نفسنا ونتعب نفسنا؟ لا احنا نشوف ايه العربيات اللي ناجحه بره، وايه العربيات البريميوم المشهوره بره، ونحاول نقلدها. ايه رايكم؟ فطبعا الفكره دي نالت اعجاب ناس كتير جدا، وبدات ان هم يعني بداوا ان هم يتجهوا بقى ان هم يقلدوا العربيه دي من بره، يعني بيقلدوا الشكل الخارجي للعربيات من بره. يعني مثلا انت عايز تشتري عربيه بريميوم، مثلا العربيه دي كانت ب 100000 دولار على سبيل المثال. ايه رايك بقى لو انا اديك ب 10000 دولار تشتري عربيه شبهها؟ دي الفرق، يعني دي الحاجه اللي عامله ماتشنج ما بين العربيتين. دي عربيه رخيصه شبه عربيه غاليه، فده كان بيخلي الناس تجري ورا العربيات دي. ويعني شفناها كتير قوي، شفنا هنا في مصر كتير قوي برضو عربيات صينيه كانت بتقلد عربيات مشهوره او عربيات بريميوم، عربيات عاليه. فالموضوع ده طبعا خلى ناس كتير قوي تشتريهم، ولكن للاسف العربيات دي ما كانتش برضو معمره، كانوا يلاقوا فيها مشاكل كتير جدا في الميكانيكا، او بيظهر فيها اي عيوب صناعه عامه. فللاسف برضو يعتبر ما توفقوش فيهم قوي. وده بقى هينقلنا للمرحله الثالثه، مرحله تصنيع السيارات في الصين. ثالث مرحله من تصنيع السيارات في الصين، وهي المرحله الحاليه او الفتره الحاليه اللي هي من كام سنه لحد الفتره اللي احنا فيها دي بقى الصين بدات انها تطور نفسها قوي وتشتغل على نفسها قوي. طيب خليني كده اوضح لكم حاجه الاول بسيطه، وهي ان الصين تعدادها تقريبا مليار 411 مليون على ما اعتقد، بس اكيد زادوا يعني عن الرقم ده، ولكن هو اخر احصائيه انا كنت شفتها ان هو مليار 411 مليون. طيب 400 يعني مليار 411 مليون ده يعني رقم كبير جدا، رقم ضخم. فانت بتتكلم في ان ده سوق شره بطريقه رهيبه. يعني السوق انت كده كل لما تنزل منتج هتلاقي ناس كتير قوي، يعني عملاء كتير قوي. فده كانت النقطه بين الوصل، يعني كانت نقطه الوصل ما بين العربيات العاليه او الشركات تصنيع او الماركات عامه، الماركات العاليه والصين. ده خلى ان الصين سوق شره. فبالتالي اي مستثمر، انا كمستثمر اروح اشوف ايه اكتر دوله انا ممكن ان انا استثمر فيها، دول اللي فيها عدد سكان عالي زي مثلا الهند وزي الصين طبعا. طيب الصين هنخش عليها، قال لك يعني مثلا انا كمستثمر اهو هدخل الصين. طيب الصين ما كانتش بتخلي اي مستثمر ان هو يدخل كده مع نفسه ويفتح شركه او يفتح مصنع، لا الكلام ده مش موجود عندنا. انت تخش وتجيب فلوسك واحنا هنخليك في الحفظ والصون. فكانت الصين بتتجه انها تدخل او تدمج شركات صينيه بتدخل مع شراكه مع الشركات اللي هتيجي مع الشركات الاجنبيه عنها.
فبالتالي اللي حصل ان المهندسين الصينيين بقوا معاهم تعامل مع الشركات الماركات اللي بره، الماركات العاليه، فبالتالي ان الصناعه الصينيه اتطورت، خدوا من هنا حته ومن هنا حته ومن هنا حته، فالعربيات الصينيه بدات انها تنافس وبدا يظهر عندنا عربيات كويسه. يعني على سبيل المثال مثلا من العربيات اللي حصل بينهم اتحادات زي مثلا بايك ومرسيدس بنز، زي بريليانس وبي ام دبليو وغيره من عربيات كتير. يعني مهما فضلت اقول لكم على كميه العربيات اللي يعني كميه الماركات المندمجين مع بعض هتلاقوا حاجات كتير قوي، ولكن هي الفكره في الاول والاخر ان هي كانت بتجيب لك شركه مثلا زي جنرال موتورز ويدخل معاها شركه ثانيه زي سايك او بايك مثلا. سايك عامه، سايك هي اللي كانت داخله مع جنرال موتورز، فده كان بيعمل انتقاله او بيعرفوا ان هم ياخدوا تكنولوجيا عاليه من العربيات اللي هم بيصنعوها عندهم، فبالتالي بداوا ياخدوا التكنولوجيا دي يحطوها في العربيات عندهم. فاللي حصل ان العربيات الصينيه اتطورت تطور رهيب جدا زي ما احنا شفنا حتى الفتره اللي فاتت، بدات انها تخش منافسه مع عربيات بريميوم. مش هقول هي احسن اختيار او هي افضل طبعا عربيات البريميوم، انا ما بقولش كده، ولكن بدات انها تدخل المجال ده وبدات انها تنافس. يعني بقى السوق بقى فيه منافسه، بدل ما كانت المنافسه مثلا ما بين الياباني والكوري والاوروبي والامريكي، فلا بقت المنافسه دلوقتي تنضم فيها العربيات الصيني كمان. فده خلى ناس كتير قوي انها تشتري عربيات صيني، عربيه سعرها رخيص بتكنولوجيا عاليه جدا. فبرضه ظهر عندنا وكلاء كتير جدا محترمين، يعني وكلاء اسم عالي يظهر في العربيات الصيني، فده طبعا ادى للناس ثقه في العربيات الصيني. طبعا الكلام ده مش في مصر بس، ده في مصر وفي دول الخليج. في دول الخليج منتشر فيها تقريبا كل انواع العربيات الصيني، وفيهم يعني كلهم ليهم وكلاء، كلهم ليهم خدمات ما بعد البيع، كلهم ليهم صيانات، مش زي العربيات بتاعت السنين اللي فاتت زي في 2005 و2006 اللي هو كان توكيل ينزل له 1000 عربيه ويهرب خلاص، ده كده ولا عربيه ولا خدمه بعد البيع ولا اي حاجه. ما بقاش الكلام ده موجود تقريبا. اظن كده فهمتوا ازاي الصين لعبتها صح عشان تصنع عربيات مظبوطه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير مع كل اصحابكم عشان الكل يستفيد، واشتراك في القناه بتاعتي لو مش مشتركين، ولو بتتفرجوا على الفيسبوك يبقى فولو او اعملوا لايك ليه. سلام.